التعبير الكتابي للصف الثالث ابتدائي، صفحة 32. فصل الربيع طبعا نكتبها بالدفتر بالتسلسل الصحيح، تسلسل الأرقام الصحيح. مثلا هذا السطر الأول، ونكتب هذا السطر الثاني والثالث والرابع بدون هذه الأرقام. فصل الربيع: يكون الجو في فصل الربيع معتدلا، لا حارا ولا باردا، تورق الأشجار وتظهر الأزهار وتغرد الطيور. يبدأ فصل الربيع في شهر آذار، وفيه عيد الربيع أو عيد الشجرة. أنا أحب الربيع، ليت الزمان كله ربيع. يكون الجو في فصل الربيع معتدلا، لا حارا ولا باردا، تورق الأشجار وتظهر الأزهار وتغرد الطيور. يبدأ فصل الربيع في شهر آذار، وفيه عيد الربيع أو عيد الشجرة. أنا أحب الربيع، ليت الزمان كله ربيع. يكون الجو في فصل الربيع معتدلا، لا حارا ولا باردا، تورق الأشجار وتظهر الأزهار وتغرد الطيور. يبدأ فصل الربيع في شهر آذار، وفيه عيد الربيع أو عيد الشجرة. أنا أحب الربيع، ليت الزمان كله ربيع. يكون الجو في فصل الربيع معتدلا، لا حارا ولا باردا، تورق الأشجار وتظهر الأزهار وتغرد الطيور. يبدأ فصل الربيع في شهر آذار، وفيه عيد الربيع أو عيد الشجرة. أنا أحب الربيع، ليت الزمان كله ربيع. يكون الجو في فصل الربيع معتدلا، لا حارا ولا باردا، تورق الأشجار وتظهر الأزهار وتغرد الطيور. يبدأ فصل الربيع في شهر آذار، وفيه عيد الربيع أو عيد الشجرة. أنا أحب الربيع، ليت الزمان كله ربيع.